في مدينة مكناس سنة 2018. نهار بدا عادي كما أي نهار، لكن سلب جريمة هزت الحومة كاملة وخلت حتى رجال الأمن واقفين حايرين قدام واحد اللغز. مول محل معروف مقتول بطريقة بشعة وسط المحل ديالو، بلا سرقة بلا مقاومة بلا أثر واضح للمجرم. القصة اللي غنعاود لكم اليوم قصة فيها الخيانة كتجي من أقرب الدم، من ناس كنتي كتظنهم سند اللي ولاو سبب في نهايتك. فيها الحب الممنوع، الصمت اللي كيقتل، والأسرار اللي كتخبى ورا ملامح بريئة. كل واحد عنده رواية وكل قلب فيه شوك، ولكن الحقيقة عمرها تبقى مدفونة للأبد. السلام عليكم، كيف دايرين؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم معايا في قصة جديدة وقضية جديدة. القضية ديال اليوم غدينا مدينة مكناس سنة 2018. البداية كانت بنهار عادي، ستوصلوا البوليس بإخبارية خطيرة. مول المحل ديال الدروغني مقتول في المحل ديالو. هاد السيد كان معروف في الحومة، كيبيع الروبيونيات والبياسات ديال البني وديال الديور. ملي وصلوا رجال الأمن لقاو الساحة اللي قدام المحل عامرة بالناس، كاينة منهم فضوليين، جيران، وحتى العائلة ديالو اللي بقاو كيغوتو ويبكيو باغيين يدخلوا يشوفوا الجثة. البوليس بزز باش يقدروا يفرقوا الناس باش يقدروا يخدموا. المهم من بعد ما فرقوا الناس دخلوا يعاينوا الجريمة. المنظر كان صاعق. جثة ديال مول المحل سميتو عماد، اللي كان عنده 40 عام، طايح على ظهره، وجهه ما باينش من كتر الدم، وجسمه كامل مطعون بضربات كتيرة، بحال المجرم كان حاقد عليه وبغى يبرد فيه قلبه. الغريب ان المحل ما فيه حتى شي اثر ديال المقاومه ولا التخريب، لا فلوس تسرقات لا البياسات تحركوا، حتى قطع الحديد الثقيله اللي كانوا قراب من عماد ما استعملهمش باش يدافع على راسه. من بعد ما النيابه العامه تعلمات، خداو الجثه المستودع الاموات باش يديروا التشريح، والبوليس بقى كيقلب في كل زاويه في المحل. كلشي كان عادي، الخزنه مسدوده وفيها الفلوس، الارض نقيه، وحتى اداه الجريمه ما بانتش. استنتاج الاول، اللي قتل عماد غالبا كيعرفو ودخل معاه بلا عنف وضربو بلا ما يعطيه فرصه يدافع على راسو. التحقيق بدا مع الناس اللي اتصلوا بالبوليس. كان جوج صباغه قالوا انهم جاو يشريو من عند عماد مع ديك 1:30 ديال النهار. لقاو نص الباب محلول، دقوا ما جاوبهم حتى حد. حلوا الباب، طلوا ولقاو عماد غارق في دمه. البوليس شك فيهم في الاول، ولكن بعد البحث تاكد انهم غير صدفه جاو داك النهار وما عندهم حتى علاقه بالجريمه. دابا السؤال، شكون هو عماد؟ واش كان عنده عداوه؟ عماد تربى في حي شعبي بمكناس وسط عائله محترمه، الاب والام متقاعدين وكانوا اساتذه. اختو الوحيده سميتها فتيحه، مطلقه وعندها 2 ولاد عايشه معاهم في الدار العائله. عماد كان الراجل اللي كيصرف على الدار، مهدن، ما كيديرش المشاكل، لا صحاب لا علاقات، غير الخدمه والدار. الام ديالو كانت ديما كتحاول تزوجو، ولكن هو كان كيلقى الاعذار باش يبقى بوحدو. التحقيقات ما جابت والو، لا شهود لا كاميرات لا بصمات حاسمه، حيت المحل كان كبير كيجيه بزاف ديال الكليان. الحومه كان كامله كتشهد بالخير ديالو، ما عنده حتى عداوه. البوليس بدا كيشك ان جريمه فيها دافع شخصي قوي، خصوصا ان الطريقه اللي تقتل بها كانت وحشيه بزاف وفيهاش اثر الصداع ولا المقاومه. وسط هاد الغموض خرج خيط واحد. فتيحه قالت ان طليقها كانت عنده مشاكل كبيره معاه، وصلت المحاكم. السيد كان ميسور وخدمته مزيانه، ولكن كان كيعامل عائلة مراته بحال شي وحدين غراب.
هادشي خلى البوليس يشكو فيه ويمشيو يحققوا معاه. السيد لقاوه في خدمته وكيأكد انه ما بقى عنده حتى علاقة بالعائلة من بعد الطلاق، غير كيشوف ولادو وكيخلص النفقة. ملي سولو على النهار اللي تقتل فيه عماد، قال لهم انه كان في الخطبة ديالو مع عائلته. وبحثوا البوليس مع الناس اللي حضروا وتأكد ان عنده حجة غياب قوية. الطبيب الشرعي أكد ان الوفاة وقعت ما بين الوحدة وجوج ديال النهار. الطعنة القاتلة كانت في العنق واخترقته من جهة لجهة واحدة أخرى. باقي الطعنات كانت عشوائية، غالبا بدافع الانتقام ماشي القتل. البوليس قرروا يقلبوا في تليفون عماد، لقاو عنده جوج ارقام كيعاود يهضر معاهم بزاف. رقم راجل سميتو عزيز ورقم مراتو صباح. هادو خال عماد ومراتو. الام قالت ان خوها عزيز كان في اسبانيا 6 سنين، وصى عائلته باش يردوا البال لمراتو وولدها. وعماد كان كيتسخى ليهم بعض المرات، ولكن عزيز كان رجع من الخارج غير سيمانه قبل الجريمه وحضر للجنازه. التحقيق معاهم بدا يكشف امور غريبه. صباح كانت مضروبه وكتقول طحت في الدروج، والبوليس شاف ان الضربه باينه ديال العصا. ولدها اللي كانت عنده 17 عام قال الحقيقه، باللي بابا هو اللي ضرب ماما وكان غادي يقتلها، والسبب انه لقى اتصالات كثيره بالليل بين صباح وعماد. من بعد ما سمعوا البوليس شهاده ولد صباح، بان ليهم ان القضيه ماشي غير شبهه عاديه. عزيز بان عليه الشك والغضب، وصباح كانت مخلوعه باينه ماشي مرتاحه لا نفسيا لا جسديا. الشرطه قررت تستغل الخوف ديالها باش تطلع الحقيقه. بداو مع صباح بالاسئله. في الاول قالت ان عماد غير ولد لوستي وكان كيساعدها وكيجيب ليها اللي خاصها بامر من خالو اللي كان في اسبانيا. ولكن ملي واجهوها البوليس باللي داكشي اللي قال ولدها وواجهوها بالاتصالات ديالها مع عماد، ما بقاتش قادره تكذب. من بعد ما مشى عزيز للغربه، بقى عماد كيتردد بزاف على دارو. مره يبدل الروبيني، مره يصلح الضو. وبحكم الدومين ديالو العلاقه بيناتهم بدات كتحول من مجرد مساعده لعلاقه غراميه. صباح كانت اكبر من عماد بشويه، ولكن داكشي ما منعوش باش يقول لك كيمشي لعندها. الغالب ملي كيكون ولدها في المدرسه وحتى ملي كيكون الولد في الدار، كان عماد كيجيب له من شك الدري، حيت بالنسبه ليه راه خالو. الجيران خصوصا صحاب عزيز بقاو يشوفوا هاد السيارات بزاف، قالوا لعزيز ملي ترجع المغرب رد بالك، راه كاين شي حاجه ماشي عاديه. عزيز في الاول ما تيقش، قال لي يمكن غير باغي يجبدو الصداع عليا مع مراتي. ولكن ملي شد التليفون مراتو، لقى مكالمات طويله بزاف بينها وبين عماد، بعضها بالليل بعضها بالنهار والساعات، ماشي مجرد تسخير ولا سلام. الغضب شدو وبدا يضرب مراتو باش تعترف. صباح خافت وسكتات، ما نفاتش ما اكداتش وبقات خايفه منه. حتى ولدها حاول يحميها، ولكن عزيز ضربه حتى هو. عزيز بدا كيغلي من الداخل وحس بالخيانه من زوجته ومن ولد اخته اللي وصى عليه. يوم الجريمه مشى عزيز للمحل عماد مع الوقت ديال الغدا. عماد كان غادي يسد باش يمشي يتغدى. قال لي عزيز دخل ولدي نجمع شي حوايج ونمشيو نتغداو مع العائله. عماد ما شكش فيه، خلاه يدخل. عزيز كان جايب معاه موس مسنن خصيصا باش يدير الجريمه. بقى كيهضر مع عماد بهدوء باش ما يثيرش شكو، حتى قرب ليه وضربو طعنه قاتله في العنق. كانت غارقه بزاف واخترقت من جهه لجهه اخرى. ملي طاح عماد ما وقفش، بدا يطعنو في الجسم عشوائيا باش يطفي الغل اللي فيه.
من بعد خرج عزيز بلا ما يخلي اثر، شد الموس لاحو في الزبل وسط الباب بحال اللي ما دار والو. مشى للدار وقال لصباح بكل برودة: دابا جا الدور عليك، غادي يجي الوقت اللي قلت لك فيه حسنتي. صباح بقات ساكته، عارفه انه يقدر يديرها. حتى في الكنازه ديال عماد ما بقاتش بزاف، حيت كانت مضروبه في وجهها وخايفه لا يلاحظوها الناس. الولد ملي شاف العنف ديال باه وشك انه هو اللي دار الجريمه بقى ساكت، حيت بالنسبه ليه والديه بجوج مذنبين، مو بخيانتها وباه بجريمته. ملي البوليس سمعوا اعترافات من صباح مشاو لعند عزيز تحت الضغط، حتى هو اعترف بكلشي وعاود نفس التفاصيل. الشك اللي زرعوه فيه صحابو، المكالمات الطويله، الغضب، التخطيط للجريمه. قال انه ما كانش كيتصور ان مراته تخونه، خصوصا مع ولد اختو اللي كان كيعتبره بحال ولده. ولكن ملي تاكد ما قدرش يتحكم في راسو. من بعد المحاكمه عزيز تحكم عليه بالمؤبد على جريمه القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد. صباح تحكم عليه ب5 سنين على تهم الخيانه الزوجيه، الفساد والتستر على الجريمه. القصه بقات درس لكل واحد: الثقه ما كتعطاش لاي واحد، وحتى من اقرب الناس اللي كيقدروا يطعنوك في ظهرك. الخيانه كتخلي الجرح اعمق. هاد القصه كتعلمنا ان الوجه اللي كيظهر ليك طيب ماشي ديما فيه النيه الحسنه، وان المظلوم ديما عنده رب كبير كيرد ليه حقه ولو بعد حين. هنا بقى لي غير نقول لكم السلام عليكم.